السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. ايه يا ملكه ده يا ملكه؟ تعملي حاجه يا ملكه، اليوتيوب يتقلب. ايه ده؟ ما بتقعديش خالص كده يعني حتى كلمتين عن المنتدى ما عملتيش فيديو، الدنيا تتقلب. سبحانك يا رب. ومع ذلك يرجعوا يقولوا لكم ايه؟ هي كانت محور الكون يعني؟ هي مهمة للدرجة دي؟ امال ما كانتش مهمة كنت عملتوا ايه؟ ما علينا يا جماعة من قنوات الصرف الصحي اللي بيصطادوا في المياه العكرة وطالعين عمالين يتكلموا على منتدى مغتربة ويقولوا للناس المحترمة اللي بتدافع عنها: شفتوا؟ قالت لكم ان انتوا بتتلزقوا فيها. شفتوا؟ قالت لكم ان هي مش عايزاكم. شفتوا ان هي بتحب اللي يطبل لها بس، لكن اللي يخالفها الرأي تقضي عليه على طول. طبعا انتوا كان معتاد شاربين برسيم، ودي حاجة يعني مش جديدة عليكم. طبعا ده القنوات الصرف الصحي يعني. اركنوا على جنب، انتوا مالكوش 30 لازمة. ندخل على الناس المحترمة. في ناس يا جماعة مش فاهمة سبب المنتدى اللي مدام هناء نزلته ايه، وفي ناس كمان معترضة عليه لانهم مش فاهمين ليه الكلام ده بيتقال. هقول لكم انا واوضح لكم بالراحة كده. حطوا نفسكم مكان مدام هناء بالمختصر المفيد كده. وفي كام شرشوح وشرشوحة طالعين يوميا على مدار 3 سنين بينهشوا في لحمها وفي عرضها وفي شرفها، وبيتبلوا عليها كل التهم اللي اتوجدت على أرض الدنيا واللي لسه يعني ما اتوجدتش. تمام. في عز بقى هذه الأحداث وفي عز المرمطة دي كلها، فجأة يظهر لها ناس تدافع عنها، مع العلم ان هي لا طلبت منهم يدافعوا عنها ولا اتصلت بحد ولا دفعت لحد جنيه. دي حقيقة ومحدش فينا هيقدر ينكرها. حقيقة. اللي بيشوف كلمة الحق هو بنفسه اللي بيطلع يتكلم. لكن الست دي اتثبت عليها قبل كده انها تواصلت مع حد او طلبت من حد الدفاع او اجرت حد زي ما اعدائها ما بيعملوا معاها ويدفعوا لحد يطلع يهوهو عليهم؟ ما حصلش. مفيش الكلام ده. اظن اتثبت لكم ده بالدليل القاطع. طيب، وبعدين يا رباب، فالست لقت ناس عماله تطلع بتدافع عنها. ملهاش دعوه، كل واحد ومحتوى قناته يعمل اللي هو عايزه. عايز يدافع مش عايز يدافع، عايز يجيب سيرتها مش عايز يجيب سيرتها، كل واحد حر. ما قالش حاجه لحد يوم ما جاتش ناحيه حد. تتفاجئ بالناس دي بعد فتره تلاقيهم تحولوا 360 درجة، وبعد كده طالعين بيشتموا فيها. الله. طب ليه؟ طب هي عملت لكم ايه؟ ولا اي حاجة. طب انتوا اكتشفتوا ان هي مثلا وحشة في حاجة وعندكم دليل ان هي مثلا اذنبت في حاجة، وعندكم دليل بكده، لذلك قلبتوا القلبة دي؟ لا، ما عندناش دلائل لأي حاجة، ولا هي فعلا مظلومة في كل اللي فات. امال قلبتوا عليها ليه؟ اهو كده. وانا مش بتكلم على الموقف الاخير، لا، ده المواقف دي يعني من اول انا ما بدأت الموضوع معاه، من اول انا ما بدأت ادافع عنها. يعني هفكركم وارجعكم بالاحداث شوية. في ناس كانت بتدافع عنها يعني قبل انا ما ادخل في الموضوع، وكلكم عارفينهم من غير اسامي. مرة واحدة قلبوا، والست ما عملت لهمش حاجة لانهم برضو فهموا كلمتين منها غلط. كانت بتقولهم وبتقول انا ما طلبتش حد يدافع عني، فتحولوا كلهم 360 درجة. طيب مع الوقت بدأت ناس تظهر تدافع عنها. ومش بتكلم برضو عن الموقف الاخير، الموقف الاخير اللي لسه جايين لكم فيه، ناس بدأت تظهر تدافع عنها، وشوية بشوية ما يلاقوش مثلا ان هي بتتكلم عنهم، مش بتدعمهم، مش بترفعهم بمنتديات، مش بتدفع فلوس، مش بتعمل اي حاجة، فبيقوموا قلبين ورايحين لأعدائها منضمين ليهم. فالست كل شوية في نفس الموقف ده وهي ساكتة برضه.
وهي ساكتة برضه. كل شوية أعداء هيبعتوا حد يطلع يدافع عنها كام يوم، يلم شوية متابعين واشتراكات ومشاهدات ومش عارف ايه، ويطلع تاني بعديها بكام أسبوع ولا بكام شهر يطلع قلب عليها ويقول لا يا جماعة الست دي وحشة فعلا. طب دليلك ايه بان هي وحشة؟ ما فيش دليل، هو كده انا اكتشفت الحقيقة المرة انها وحشة. طب انت قبل ما تدافع عنها ما دورتش وراها وما عرفتش هي وحشة ولا حلوة؟ لا انا كنت شوال بطاطس، شفت اسمها بيجيب مشاهدات فطلعت، افتكرت الناحية دي فيها فلوس وفيها مصالح فطلعت. وده حصل مع كذا شخصية برضو وبدون ذكر اسماء. ايه الهدف من ده كله؟ الهدف من ده كله اقناع المتابع ان هو حتى اللي امن بقضيتها ودافع عنها قلب. ليه؟ لانها ست وحش. هما ده اللعبه اللي هما بيلعبوها، نبعتهم يطلعوا يدافعوا وبعد كده يقلبوا. عملوا اللعبه دي كذا مره، ومؤخرا عاملينها برضو مع ناس ما زالت لسه بتدافع، وانا لا رفعت لهم منتدى ولا اتكلمت عنه. وبعد فتره هتلاقيهم بيقلبوا. هو كده. ليه؟ لانهم من الاساس مسؤولين. تمام. طيب سيبكوا بقى من كل اللي فات ده، نيجي بقى لاخر مواقف، لاخر حاجه بقى حصلت للست دي وبسببها المنتدى ده. لقت ان هي لما نزلت الستوري ده على الانستا ستوري 10 ثواني، والستوري ده على فكره الفيديو ده معمول مش حديث، يعني الفيديو ده هي كانت عاملاه بقالها فتره، يعني قبل وفاه ميسيو جانو كمان، ولكن نزلته حديث. فالمهم لقوا ان هي عامله الفيديو ده او اللي هي الستوري ال10 ثواني دون، وبتأدي على اغنيه محمد رمضان، يعني ما كفرتش، يعني يعني ما عملتش ذنب عظيم. يعني ده هي طلعت تغني على اغنيه محمد رمضان وتعمل معاه كده، بس الدنيا قامت ما قعدتش، قامت ما قعدتش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هل من حق حد ان هو يكون بيدافع عني؟ انا مش بتكلم برضو عن الموقف الاخير، انا بتكلم برضو عن ناس تانية. هل من حق حد يكون بيدافع عني فيطلع كل شوية يهددني، يا تعملي كذا وتمشي ورا رأينا وورا كلامنا عشان احنا شايفين الصح وشايفين مصلحتك عشان محدش يقول عليكي كذا، يا اما هننسحب عنك وهنسيبك بقى ومش هندافع عنك. لا حول ولا قوة الا بالله. هي عيلة صغيرة، هي طفلة، هتفرضوا رأيكم عليها؟ لا بنهدد بالانسحاب. طب ما تنسحبوا، ما احنا ما هي اصلا ما طلبتش حاجة من حد، يعني ما تنسحبوا حضراتكم، يعني ما هي ما طلبتش حاجة من حد اصلا. يعني ايه تنفذي اللي انا عايزاه يا اما هنسحب من الدفاع عنك؟ يعني ده اسمه ايه؟ معلش يعني. وهي كانت يعني دافعه لحضرتك ولا لحضرتك عشان تطلعوا وبعد كده يعني مشغلاكوا عندها مثلا، وبعد كده انتوا مش عاجبكوا الشغل، مش على مزاجكوا، فبتهددوا ان انتوا تسيبوه؟ هي ما طلبتش حاجه من حد. فمش معنى ان انت بتدافع عني ده معناه ان انت تفرض رايك عليا. لا، انت تقول لي الحاجه الفلانيه النصيحه وانا حره اخدها ما اخدهاش، دي حاجه بتاعتي. لكن ان انت تحط لي دي قصاد دي، لا عليك انت ودي بقى. المنطق بيقول كده والعقل بيقول كده، انا مش هبقى تحت رحمه حد. انا صانعه محتوى، مش عايزه وصايه عليا، انا اعمل اللي انا عايزاه. حضرتك تقول لي النصيحه على عيني وعلى راسي زيك زي بقيه القنوات. نقد، نصيحه، هو النقد نعتبره نصيحه في المستنقع ده، اوكي نصيحه. لكن تفرض رايك عليا يا كده يا اما هعاقبك؟ مين فينا يقبل على نفسه الكلام ده؟ مين؟ طب نيجي بقى للموقف الاخير. هل تنزل ستوري في المقابل بتاعها تاخد لايفات شتيمه بكلام صعب جدا وتنمر عليها وكلام جارح وكلام يعني ده كان مخفي في القلوب؟ الكلام ده كان فين؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنسمعه ده؟
يعني انا انزل ستوري الاقي واحده من اللي كنت بحبها واعتبرها اختي تطلع تشتمني وانا عملتلهاش حاجه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان اعدائها اخدوا المقطع واتكلموا عنه ومش عارف ايه. طب ما هو كده كده بيتكلموا، تعمل ما تعملش هما كده كده بيتكلموا. هل ده يديني الحق ان انا اشتم اللي عملت الستوري دي بحجة ان انا خايفة عليها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احنا في ايه يا جماعة بجد والله؟ احنا في ايه؟ انا شايفة حد مش كويس مثلا وهنسحب من الدفاع عنه عشان ما يقوليش تعالي يا اللي بتدافع عن اللي بترقص مثلا، فهنسحب من الدفاع عنها خلاص. هي مش عايزة تسمع نصيحتي ومش عايزة تعمل اللي انا بقوله، خلاص هي حرة. انا مش عايزة اتشتم، ابعد عشان ما يتقاليش تعالي انت بتدافع عنها وهي بترقص، خلاص ابعد. لكن ابعد بادب واحترام. الست لا طلعت هانت حد ولا شتمت حد ومع ذلك بتتهان. يعني الست ما تعدتش على حدود حد وعلى حرية حد. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ انا مش فاهمة. هي حرة في نفسها، اللي عايز ينصحها بأدب وهي تتقبل النصيحة ينصحها. هي مش عايز تاخد بالنصيحة، هي حرة. انا مش عايزة ادافع عنها، انا حرة. لكن في ادب وفي احترام وفي يعني ادب في الحوار. ولو انا عايزه ابعد فالبعد بادب وبالاحترام مفيش احسن منه. لكن ليه اشتمها؟ ليه اطلع اشتمها والمطلوب منها ان هي تسكت برضه؟ يا ايه ده يعني؟ انا مش فاهمه. حطت منتدى قالت يا جماعه انا ما طلبتش حاجه من حد، ما طلبتش دفاع من حد، وده حقيقه. ده حقيقه. هي عمرها ما طلبت دفاع من حد. الناس اللي بتدخل وبتخرج لأسباب مختلفة، كل واحد بيشوف مصلحته فين، هو حر. هي برضو مش متضررة من حاجة. قالت ان ربنا معاها، غلطت في ايه؟ ده حقيقي. قالت ان في ناس بتطلع بحجة الدفاع عنها وتتلزق في اسمها لانها قناة كبيرة، وبعد فترة بعد ما بتاخد مشاهدات واشتراكات وبعد ما بتكون 20 مشاهدة مثلا وتطلع بقى لل2000 3 4 بعد كده عينيهم بيتزغلل، اللي هو لا طب انا ليه ما اكونش 10 20 الف انا كمان؟ طب ما انا اطلع اقلب الدفع على الناحية التانية وهيبقى عندي برضو مشاهدات واشتراكات والدنيا هتولع معايا من ناحيتين، وانا كسبت خلاص مشتركين من عندها، اخد من الناحية التانية بقى من اعدائها اروح للناحية التانية واخد وفي دعم من الناحية التانية واقلب واعمل. ومش بتكلم على الموقف الاخير برضه عشان ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش، انا بكلمكم على مواقف ناس قبليها. والمطلوب برضه ان هي تسكت. في ايه؟ الست حرة. الست حرة. الست ما تعدتش على حدود حد ولا على حرية حد. فلما تطلع ناس عايزة تطلع على اسمها وبعد فترة تقوم قلب عشان تدي إيحاء للمتابع ان الست دي لا هي وحشة واحنا اكتشفنا الحقائق، وانتوا ما عندكوش ولا حقائق ولا طلعتوا لنا حقائق ولا أدلة ولا أي حاجة خالص. واللي يدافع عن حد من غير ما يعرف ويكون تحت ايده دليل كان الانسان ده كويس ويطلع كده زي شوال البطاطس، ده يبقى شوال البطاطس ملناش دعوة بيه. لكن هي المطلوب ان هي تتهان من اعدائها وتتهان من الناس اللي هي كانت معتبراهم اخواتها وحبايبها وتشكر فيهم وتطلع تشكر فيهم، وبعد فترة يقلبوا عليها من غير اي اسباب، والمفترض ان هي تفضل قاعدة ساكتة برضو. يعني انتوا بتذبحوها بسكينة تلمة ومش عايزينها تفرفر؟ مطلوب منها ان هي تتهان من اعدائها ومن الناس اللي هي دعمتهم عشان خاطر فاكره ان هم ناس كويسه وان هم اخواتها وبيقولوا في حقها كلمه حق، تتهان من ناحيتين وتسكت؟ ده ايه ده يعني؟ ده ايه ده اللي هو ايه؟ انا مش فاهماه بصراحه، انا مش مستوعبه المستنقع اللي احنا فيه. انا دلوقتي عشان اطلع ادافع عن حد
فانا تحت ايدي ادله ان الحد ده مظلوم، انا مقتنعه ان هو مظلوم، فانا طالعه بدافع عنه لوجه الله، مش محتاجه لا جزاء ولا شكوره. فانا طالعه لوجه الله بدافع عنه، مش محتاجه حاجه خالص. ولكن مع ذلك وانا ما فيش قناه كبيره بتعمل كده، ما فيش قناه كبيره بتعمل كده. الست تدخل تجامل بكلمتين، تطلع في قناتها اكتر من مره تشكر وكانهم بنوا لها الاهرامات، تطلع معاهم كل حاجه تعملها، وبعد كده بعد فتره تلاقي نفسها بتتشتم من نفس الناس. ده ايه بقى؟ يعني ده ايه معلش؟ وانا بقول لك اهو من خلال الفيديو ده يا مدام هناء، وانا اول الناس، ما تذكريش حد في قناتك، ما تذكريش حد في قناتك، ما تتكلميش عن حد، لا يدافع عنك ولا ما يدافعش، ما تذكريش حد عندك. ما فيش قناة كبيرة اصلا بتعمل كده، بيكبروا دماغتهم وبيبقوا عارفين ان الموضوع كله مشاهدات ومش عارف ايه، وبيكبروا دماغتهم. انت القناة الوحيدة اللي بتروحي للقنوات الصغيرة وتروحي تتكلمي وتدعمي وتعملي وتجاملي، ومن المفترض ان انت يعني خلاص تشيلي جزامهم فوق راسك وبعد كده تتشتمي منهم. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ احنا وصلنا لفين؟ وصلنا لفين؟ فالست بقى لما تكتب منتدى زي ده وتصرخ من اللي بيتعمل فيها، لا يطلعوا كمان مش عاجبهم، يطلعوا كمان زعلانين. لا ودي عملت جريمة لا تغتفر. ازاي؟ لا هي مطلوب ان هي تتهان وتسكت، هو ده المطلوب منها، بس هو ده دورها على اليوتيوب، تتهان وتسكت. الست بتقول لكم سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. اللي هيطلع يدافع عنها، هي مش بتوجه الناس الكلام للناس المحترمه اللي بيدافعوا عنها، ما انا واحده من الناس اللي بتدافع عنها. مش بتوجه الكلام لينا، هي بتوجه الكلام للناس اللي طالعين كل شويه يهددوها بالانسحاب، اللي طالعين مش عارفه بيشتموها. هي بتوجه الناس للكلام، الكلام للناس دي، مش بتوجه الكلام للناس المحترمه. فحرام، حرام نرحم بعض، يعني نرحم بعض، ما نبقاش القاضي والجلاد، نرحم بعض. الست دي جبل، لو حد اتحط في ربع اللي هي اتحطت فيه والله العظيم ما يتحمل، والله ما يتحمل. من ايام ميسيو جانو ما كان عايش، والبلاغات اللي اتقدمت فيها والمرمطه والبهدله اللي هي اتحصل فيها، للشراشيح اللي ماسكنها بقالهم 3 سنين نهش في لحمها، لخراب بيتها وخيانتها وطلوع الولي عليها بعد خيرها عليهم. وكمان يعني اقرب الناس اللي بيدافعوا عنها طلعوا عليها كمان. الست دي جبل، جبل. يعني انتوا عايزينها تتذبح وما تفرفرش، ما تقولش اي. ده الواحد لما بيسمع كلمه او حد بيحك له على مراخيره بيطلع يشلف يشوط في الكل. لكن هي المفروض تسمع شتيمتها بودانها ليل نهار كده وتقعد عامله والله. بيقول لك يا فشله حبيب قلب الفشله، بيقول لك يا تخينه حبيب قلب التخينه. المفروض كده يعني ولا انا مش فاهمه؟ المفروض كده. الست ما طلبتش حد يدافع عنها، ولو حد دافع عنها لوجه الله فهو طالع لوجه الله منه لنفسه كده بيقول كلمه الحق. لكن بعد فتره يقعد ينظر عليها ويقعد يقول لها يا تعملي كذا يا مش هندافع عنك، يا تقولي كذا يا احنا ملناش دعوه بيكي. ايه ده؟ في ايه؟ وبعد فتره تلاقيه قلب. انا شخصيا اخدت قرار عن نفسي، اللي يدافع عنها ما يدافعش عنها. انا شخصيا مش هعرف الجمهور اللي عندي بحد جديد، خلاص
اكتفينا على كده، قفلنا الباب. انا عن نفسي مش هحط حد عندي على المنتدى، انا شخصيا هعمل كده. اللي يطلع يدافع ده بيدافع لوجه الله، مش عايز يدافع براحته، سكه ودغري كده. اصلا انا ما عنديش رمادي ابيض يا اسود، ما عنديش يعني رمادي بصراحه، اكلمكم بصراحه، انا ما عنديش رمادي. فاللي عايز يدافع يدافع، اللي مش عايز ما يدافعش. وفي رجاله كده منسوينه بعيد عنكم، ظهروا برضو مؤخرا يعني نقول الحركات دي مثلا للستات، لكن رجاله ومنسوينه دي انا اول مره اشوفها. يطلعوا لك هندافع عنها وهنعمل عنها وما فيش، ما بيكملوش، وتلاقيهم قلبوا على الناحيه التانيه. عيب، عيب لما انت المفروض تبقى راجل كده مالو هدومك وراجل محترم وتعمل كده. عيبه والله، الله العظيم انا مكسوفه لكم سلف. وكان مؤخرهم شخصيه كده ملهاش 30 لازمه وانا كنت عارفاها من الاول، عشان كده كنت بدور على وفاء امبارح، لانها جادلتني وتقول لي لا ده هيدافع وهيعمل. قلت لها يا ستي اقري تاريخ البني ادم اللي قصادك، هتعرفي الحاضر والمستقبل بتاعه هيعمل ايه. عرفت انا كنت داخله امبارح في بث ام فياض بسال على وفاء ليه، لانها كانت بتجادلني. وطلع عندي حق ولا ما طلعش؟ وبرضه ام فياض غلبانه عامله زي حالاتي كده، اي حد هيدافع عن مدام هناء تعالى تعالى ادخل اتفضل اتفضل، المنصه عندك، تعالى معايا واطلع. وده غلط يا ام فياض، لانهم كلهم كده يعني منسوين زي ما بيقولوا. طلعوا هندافع وبعد كده مفيش، ما بيكملوش. بس اعرف متابعين مغتربه انا مين عشان يجولي ويسمعوا، وبعد كده يعني ايه ضحكنا عليه. شغل عيال وشغل اطفال وشغل رجاله منسونه بصراحه. وسمعت راجل منسون من اللي انا بتكلم عليهم دول طالع بيقول انه عمل بلاغ في مغتربه قال ايه بتصدر ايه لشبابنا. انت عبيط بجد والله، ما انت يهطل يا عبيط. وده مش شتيمه، ده وصف بجد والله، انت يهطل يا عبيط. هو ايه ده اللي بتصدر ايه لشبابنا؟ لا معلش يعني ايه ده؟ ستوري 10 ثواني على الانستا تعمل بيه بلاغ للنائب العام؟ بلاغ ايه يا هطل؟ بلاغ ايه؟ يا اغبى اخواتك، بلاغ عن ايه؟ عن ايه؟ مش فاهماك بصراحه. على ستوري على الانستجرام؟ لا معلش، روح بلغ لنا عن كل فنانين مصر بعد اذنك، اصل كلها ستوريات وفيديوهات كده على الانستجرام ما اقولكش. روح بلغ لنا عن اغلبيه الشعب المصري، لانها كلها نفس الوضع كده. معلش يعني الكلام ده يهطل يهبل يا عبيط اخواتك. لو مثلا بتعمل ايحاءات، بتعمل مش عارف ايه، الكلام ده كله بيبقى هدم قيم ومبادئ المجتمع المصري. لكن هي عملت ايه؟ بتأدي على اغنيه محمد رمضان؟ انت عبيط؟ عبيط ولا بتستعبط؟ ده غير ان معاك الجنسيه الفرنسيه، عايز تحكم على واحده فرنسيه آه ما تعملش ستوري على الانستجرام وعايز تروح تشتكي؟ انت عبيط؟ عبيط بجد والله انت عبيط، انت عبيط. ما عليه يا جماعه، ده نصاب، ده نصاب، ما تسمعوش كلامه، ده نصاب بالختم كده. روحوا كده تابعوا الناس التانية وانتوا هتفهموا حقيقة النصاب ده. مش اي حد يقول لك انا رحت عملت بلاغ تصدقوه، ماشي؟ عشان انا ما بحبش الناس الهطل بصراحة، بتخنق منهم، بتخنق منهم. جاي تحكها في مغتربة يعني؟ روح للرجاله اللي دعكوا ببوزك البلاط، رايح تحكها في الغلبانه دي؟ هو كل كلب اجرب معدي في اليوتيوب ما يلاقيش غير الغلبانه دي يجي يحكها فيها؟ في ايه بجد والله؟ في ايه يعني؟ إيه؟ اعرف شغل الستات ده اوكي، لكن رجاله تبقى منسونه كده بصراحه بتخنق، بتخنق يعني. ما يا ريتك والله تكون عملت كده، اقسم بالله ده احنا هنضحك ضحك. والله العظيم ده انت راجل اهطل. ما علينا، اركن على جنب عشان انت مالكش لازمه. الله يسامحك يا مفيض، بتعرفينا على الاشكال الغريبه. المهم، في ناس دخلوا كتبوا لي وعلقوا لي
يا رباب صالحي مدام هناء مع صحابها ومش عارف ايه. انا اتكلمت بدل المرة مرتين، انا مش مقصرة في حاجة، بدل المرة مرتين وهم يشهدوا بهذا الكلام. ولكن كل واحد في دماغه حاجة بيعملها، كل واحد ليه هدف من اللي بيعمله، فهو لا هيتراجع بكلامي ولا بأي حاجة تانية. اللي عايز حاجة يعملها يعملها. بس اتقوا دعوة مظلوم، اتقوا دعوة مظلوم، واتقوا ان الست دي تقول لكم انا خصيمتكم يوم القيامة. الست دي لا تعدت عليكم ولا جت ناحيتكم ولا اهانت حد فيكم ولا اي حاجة من دي. طالعين عليها بحجة النصيحة وبحجة ان احنا بنحبها. لا، انتوا ما انتوش بتحبوها، اللي انتوا عملتوه ده مش حب. اللي بيحب حد بينصحه على الخاص، ما خدش بالنصيحة على الخاص هو حر براحته، هو هيضر نفسه مش هيضرني انا، براحته. عايزة انسحب بأدب واحترام ومفيش احسن من كده. لكن اللي بيحصل ده لا تعليق عليه بصراحة، وانا مش هنساق في ان انا اقعد اجادل فيه بصراحة، يعني بيني وما بينكم كده. الست دي اللي عايز يدخل حياتها هي بتشيله فوق راسها، اللي عايز يخرج من حياتها مع السلامة. هي ما هياش جابرة حد على حاجة. ست محترمة مع الناس كلها، تحب الناس كلها، بتعامل الناس كلها بطيبة قلبها، وده غلط، ده غلط. لكن بعد فترة نلاقي اللي بيحصل ده، لا معلش، معلش يعني هتدخل في ايه؟ هتدخل في ايه انا بعد اللي بيحصل ده؟ ومن هذا الفيديو برضو بوجه كلمتين لأم فياض. حقك علينا يا امي، والله انا اللي بتأسف لك، انا اللي عايزة اتأسف لك. ست كبيرة ومحترمة ودافعتي عن بنت بلدنا في عز ما احنا بننهش في بعض. انا بقولها لك كده، احنا ولاد بلدها اهو، احنا بننهش فيها للأسف. وانتي دافعتي عنها بقلبك رغم ان هي ما هياش من بلدك ولا تخصك في حاجة، ولكن شفتي كلمة الحق فين وطلعتي دافعتي عنها واعتبرتيها بنتك. اخدتي في مقابل ده اهانة برضه. بعتذرلك يا امي، ومن لا يوقر كبيرنا هنقول ايه؟ ما علينا، حقك علينا، مزعليش، انت كده كده مقامك فوق راسنا كلنا، وما تزعليش من اي حد غلط فيكي. انتي والله العظيم وسام على يعني على صدرنا كده ان واحدة من فلسطين بتدافع عننا. ربنا يخليكي لينا يا امي يا رب، وما تزعلي من حاجة. وعمر ما قيمتك ولا هيبتك تتقل من اي حد يقول عليك اي كلمتين مالهمش 30 لازمة. انا اللي بعتذرلك. ونرجع تاني لمغتربة، خليه درس عندك يا مغتربة، سجليه كده درس عندك. ما تتوضعيش مع حد هيقولك رباب هي اللي بتحرضها على التكبر والغرور. عايزه اقول لكم ان محمد رمضان لو نزل من عربيته الفراري وقعد مع الناس على الرصيف في الشارع هيتاكل سكه ودغري بقى. وانا ما بحبش ازوق الكلام، مش تكبر ولا غرور، ولكن حفاظا عليك انت. لا تذكري قنوات عندك ولا تشكري ولا تعملي، وانا شخصيا هبقى نفس الوضع برضه. فاللي عايز يدافع عنها لوجه الله يدافع، واللي مش عايز براحته خالص. انا واحدة من الناس مش هتراجع خطوة في الدفاع عن الست دي، ومش محتاجة منها حاجة. وانا زي بقية الناس كلها اللي المحترمة اللي طالعين بيدافعوا عنها. هي لا تقصد بالمنتدى ده حبايبها ولا الناس المحترمة اللي بيدافعوا عنها نهائي. هي بتقصد بالناس اللي هم بيهددوها انهم يا تعملي كذا يا هننسحب. هو ده المنتدى اللي هي تقصده، وتقصد بيه كمان شوية الرجالة المنسونة. فهمتوا؟ مش اكتر من كده. فبلاش يا جماعة
يعني ايه اللي هو نشوف حد مذبوح وايه ونكمل احنا عليه بقى، نكمل احنا عليه. فالرحمة حلوة، الرحمة حلوة. وطالعين يعني قنوات الصرف الصحي يقول لك الحداد على ميسي وجان وفين مش عارف ايه. حداد ايه يا شوية هطل؟ حداد ايه؟ هو كان جوزها واحنا ما نعرفش؟ هو كان ابوها واحنا ما نعرفش؟ حداد ايه؟ والحداد 3 ايام اصلا، ده لو جوزها ولا ابوها 3 ايام. فاحداد ايه اللي انتوا بتتكلموا فيها ناس يا هطله؟ معلش والله، اصل الواحد خلاص يعني جاب اخره بقى، يعني فاهمين. فمدام هناء لا تقصد حبايبها يا جماعه، ولا تقصد حد من الناس المحترمه اللي بتدافع عنها، ولا تقصد متابعينها بالمناسبه نهائي. هي بتقصد القنوات اللي هم طالعين، ما بتقصدش متابعين خالص. يعني بدليل هي بتقول حتى انتوا طالعين بتطلعوا تعملوا فيديوهات بحجة الدفاع عنه، ما بتقصدش المتابعين والكلام واضح. ولكن اللي عايز بقى اللي هو يأول، هي ما يأولها كلام هي ما قالتوش، ده حاجة تانية، ده براحته يعني. يعني حتى في ناس داخلين يقولوا لي ايه يعني إيه كلامها جارح، ليه كلمة تلزيق، ليه كلمة مش عارف ايه، والكلام اللي اتقال لها هي مش جارح. هي الكلمة دي بس اللي انتوا اخدتوا بالكم منها، واللي اتقال لها ده كله ده كان بونبوني. يعني هي الوحيدة اللي مكتوب لها الدور ان هي تتهان وتسكت، لكن ترد ده عملت كبيرة من الكبائر. طيب، لحد هنا يكون الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. تسمعوش لكلام حد يا جماعه، ملوش 30 لازمه يقول لكم انا عملت بلاغ وعملت بتاع. قولوا له فوت علينا بكره لان معروف ان هو نصاب. كبروا دماغتكم من اي حد. ويا ريت الناس المحترمه اللي بتدافع عن مدام هناء ما ترفعوش حد عندكم الا لما يصمت كام سنه زيكم كده، ويناضل كام سنه لغايه اما يتعرف للناس، مش عشان خاطر يتشهر فانتوا تقوموا حاطينه عندكم منتديات ورافعينه وعاملينه تقول لكم ناس محترمه وناس جميله قلتوا كلمه الحق لوجه الله سبحانه وتعالى. لا اخدتوا جنيه ولا حد قال لكم اطلعوا، واظن ده كانت نصره لينا كلنا. يعني اللي عملته مدام هناء ده ما بعتناش بالرخيص زي قنوات الصرف الصحي ما بيقولوا، بالعكس دي نصرتنا كلنا. ان هي لا بتتواصل مع حد ولا بتطلب من حد الدفاع عنها ولا بتدفع جنيه لحد فينا. اللهم لك الحمد، يعني رب ضارة نافعة برضو. وفي اخر الفيديو عايزه اقول لبقيه الناس اتقوا الله، اتقوا الله. بلاش نيجي على واحده ست الدنيا كلها جايه عليها، والله العظيم، لان ذنبها هيبقى في رقبتنا، هيبقى في رقبتنا كلنا والله. تخيلوا انسان واحد كتايب جاي عليه. فالرحمه حلوه. انا شخصيا واحده من الناس اللي بدافع عن مدام هناء، وعمري ما هتراجع في الدفاع عنها. وده هيبقى نفس موقف كل القنوات المحترمه اللي هي بتحبها ومأمنه بقضيتها وعارفه الست دي من جواها عامله ازاي. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.